لكن ليس فيها تعمد اطلاقا. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، اتلعبت على طول جوه المنطقه، وادي تاني ومن جوه المنطقه يتاخر جدا عبد الظاهر. يا عبد الظاهر جات له، كان الكره دي لازم تتشاط من الاول، ما يستناش عليها. بصوا الكره تاني اهو، بصوا اول ما نزلت كده اهو في الحته دي كده، انما هو استنى عليها شويه وجت في ايد اعتقد اللاعب احمد سامي، وجت في رجله وتطلع ضربه ركنيه. انما زي ما قلت دايما قد يكون يعني مش هنقول ان الحكام ما بيغلطوش، لا، في اخطاء واضحه جدا، لكن هل هذه الاخطاء متعمده؟ ادي كره بينيه وما فيهاش حاجه، وادي صلاح الدين سعيد ويحط وش رجله بالراحه كده فيها. الكره ملعوبه عرضيه حلوه جدا من ناحيه الشمال، راحت لصلاح الدين سعيد. انما النادي الاهلي فرصتين متتاليتين خطيرتين، ومسيطر النادي الاهلي بقالنا حوالي دقيقتين. في الدقيقه 9 بنلعب حرص شويه، بقى لنا دقيقتين فرصتين خطيرتين، وادي صلاح الدين سعيد وفي اوفسايد، في اوفسايد، الرايه مرفوعه، ولكن قد يكون في مثلا خطا اهو، اهي دي مثلا خطا اهو جاي من ورا اهو، يا اما على خط واحد، يا اما ان هو كان متاخر شويه. خلينا نقول اهو قدامكم اهو، هل ده متعمد؟ هل ده نقول ان هو متعمد؟ بص الكره دي بقى، ادي تريزيجيه، وادي العرضيه اللي راحت لصلاح الدين سعيد، حط وش رجله فيها، وصلت سهله لمصطفى كمال. هل هذه الاخطاء مباشره لصالح النادي الاهلي؟ اتلعبت على الارض على طول. تريزيجيه والتسديده تطلع خارج الملعب اوت، تطلع خارج الملعب اوت. احنا في عصر دلوقتي دائما نطالب كل شخص في اي مجال وفي اي مكان انه يؤدي دوره، يقوم بدوره العمل مرحله. وافاجئ يعني، انا عايز اقول لحضراتكم ان انا اتصلت بكل الساده المسؤولين، قالوا لي مهندس اسمه محمد هو مسؤول الهندسه فترات كبيره، وهو في امبي وهو في النادي الاهلي لما كان احمد السيد. وادي كوره من محمد هاني بتعدي من تحت رجله، في اوفسايد. مشاور مساعد الحكم احمد حلمي اوفسايد، اهي دي اوفسايد. بصوا بقى، شوفوا مقدم، بصوا احمد عبد الظاهر يا دوب بدماغه بس او بصدره. على فكره لو الدماغ او الصدر لانها يعني جزء من الجسم بيلعب بيه. اهي دي الكره اللي هي فيها شك زي ما قلنا، لكن زي ما قلنا خلينا نسيب الحاجات ديت القرارات التحكيميه، وشوفوا الكره دي جت في ايد هو بتتعادى الكره جت في ايد بس مش متعمده طبعا، بين عبد الظاهر وبين اللاعب احمد سامي اللي الكره جت في ايده يارده واحده، صعب جدا ان هو يبعد ايده، فده طبعا دي هي جت في ايده لكن من وجهه نظر انا الشخصيه ليس فيها اي شبهه ضربه جزاء. ولكن الحكم اللقاء ما حسبش طبعا اللي فاتت ولا حسب دي حاجه، انما اللعب يستأنف مره ثانيه. عالم ادي مره ثانيه كوره على طول توصل ل عمر النجدي، لعبها حلوه قوي عمر النجدي في الحته الخلفيه عند حسين الشحات يلعبها مرة تانية على الأرض على حدود المنطقة، وهات وخد، وممكن الخطأ الكرة تطلع إلى ضربة ركنية. يا أخطاء برضو من دفاع النادي الأهلي، هذه الأخطاء تسببت في خسارة ثقيلة. أدي الهات وخد، بصوا الكرة أهو حط رجله فيها محمد نجيب في توقيت مناسب جدا، إنما الهات وخد كان ممكن ينطلق فيها حسين الشحات وعبد الله الثاني ويحسب الفاول. تريزيجيه غالي يلعبها ناحية الشمال لحسين السيد، حسين السيد يرجع ورا تاني مرة تانية، وليد سليمان يلعبها بينية جوه منطقة الجزاء، وحسين السيد والتسديدة المباشرة على طول قام معاها كده بدلاء النادي الأهلي، إنما التسديدة مباشرة على طول حطها. بصوا الكرة أهي اتلعبت بينية ما طلعت من الدفاع على طول، حسين السيد خد يمينه كده وحط الكرة في الزاوية القريبة اللي هي الزاوية اليمين لمرمى مصطفى كمال، بس طبعا حارس مخضرم حارس كويس. إنما حسين السيد مباراة بعد مباراة بيثبت وجوده. حسين السيد 23 سنة النهارده في الملعب. اتلعبت الكرة بينية، ومرة تانية عبد الظاهر جاي يعني ما كانش في موقف تسلل، انما الكرة ما خدهاش للقدام، خدها لورا، وادي مرة تانية والهدف الاول. يا
جوه جول، ملعوبه حلوه جدا لعبد الظاهر اللي حطها بشكل فني رائع جدا ويحطها في الزاويه البعيده وجول. يتقدم النادي الاهلي 1-0 في الدقيقه 33. يتقدم النادي الاهلي 1-0 بهدف لاحمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر اول هدف يجيبه خالص، مخلص كده عبد الظاهر اهو. ادي الكرة اهي تاني، عايزين نشوفها كده. صلاح الدين سعيد راحت لعبد الظاهر، حطها برجله الشمال في الدقيقة 33 يجيب هدف التقدم للنادي الاهلي. ادي صلاح الدين سعيد. عايزين الزاوية بقى الطولية يا محمد يا نصر اللي هي في الملعب، يعني نشوف كده الزاوية دي هل ما في شك في تسلل. ايوه دي لا مش اوفسايد اهو. خدها كده عبد الظاهر رجعها لورا. نشوف تكمله اللعبه بقى من هنا. ايوه عبد الظاهر مش اوفسايد. عبد الظاهر كان مغطيه اللاعب احمد سامي، مش اوفسايد. وضحت في اعاده اللعبه ديت هدف النادي الاهلي. برضو انا شكيت بصراحه ان ممكن يكون كان سابق. الزمالك فقد 11، الاهلي فقد 12، يبقى الاهلي فقد نقطه اكتر من الزمالك وثلاثه اكتر من امبي. ادي الكره العرضيه يا سعد سمير قطع على القايم القريب، لكن هو ما حطهاش بمهاره قوي. بص الكره حطها يعني كده ايه، مدحرجها كده ببطن رجله. طبعا لما يكون لعيب مهاجم عنده الخبرات في الحته دي يحط سن الجزمه فيها كده، ممكن يحطها في القريبه خالص قرب العارضه كده فتخدع حارس المرمى وتخش او تخبط فيه وتخش. اتلعبت الضربه الركنيه جوه المنطقه تاني، يشتتها على طول باسم عبد العزيز. وادي جريدو. ناس تقول جريدو خد بطولات اهو. بص بطن الرجل، شوفوا بطن الرجل حطها سعد سمير ببطن رجله. وحسين الشحات او هاني سعيد او عبد الله فاروق وكمان عمر النجدي لما بينزل بيبقى خلاص في مساحه كبيره قوي بين فراج وبين باقي لاعبي المقصه. ادي هجمه عن طريق بازيد، محمود بازيد ممكن يجيب هنا جول لو عملها عرضيه حلوه. يا فرصه كبيره جدا لفريق المقصه لولا انشقت الارض عن سعد سمير. حط رجله في توقيت مناسب جدا مع وائل فراج. بص الكره واقعه لوائل فراج، حط رجله معاه في توقيت مناسب جدا سعد سمير اهو. بصوا سعد سمير حط رجله معاه وهو بيسدد على المرمى، لو رجله دي مش معاه كانت الكره بقت في الشبكه. انما فرصه كبيره بانت من انطلاقه محمود بازيد، عمل انطلاقه حلوه قوي في الجبهه حساب اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. كره اتلعبت على طول مره ثانيه. هاني سعيد، هاني يلعبها جوه المنطقه، كان حطها في الجول. مش عارف ازاي ما حطهاش في الجول، لكن دي كانت كره يا راجل تتحط في المرمى على طول يا وائل يا فراج. الكره ملعوبه له، حاول يلعبها عرضيه بضربه راس. كان انت عند 6 يارد تقريبا، لو شفناها هتلاقيها ايه يا دوب بينها وبين المرمى 7 ياردات. شوف لو شفنا اللعبه دي تاني تشوفوا الفرصه خطيره جدا. وادي الفاول لعبد الله فاروق. دي الكره اللي بين حسين السيد واحمد الشيخ اهي. امتى بقى هتحطها في الجول؟ اهي الكره ده احمد السيد بيلعبها لورا. ده احمد السيد كان دخل بالكره في ضربه راس في الشبكه على طول. دي جول 100% بيضيعه احمد السيد. طبعا هو سيرد باك لكن بيطلع. احمد الشيخ ده هيبقى لعيب كويس قوي. احمد الشيخ ده امكانياته وقدراته الفرديه كويسه اهو. احمد الشيخ عدى ولعبها عرضيه محمود بازيد، لكن في ايه؟ في اوفسايد ولا في فاول؟ في اوفسايد. ادي المساعد الثاني شريف عبد الله جريدو. وخلاف كبير للمتابعين على مستوى اداؤه، ولكن الشوط الاول ينتهي في هذه اللحظات. اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، تقدم النادي الاهلي 1-0 بالفرق المقدمه. امبي فقط 9 نقاط فقط، الزمالك فقط 11 نقطه، بينما الاهلي فقط حتى الان 12 نقطه، وبالتالي هذه الفروقات هي اللي موجوده على جدول المسابقه. بدات احداث الشوط الثاني وهيبقى النادي الاهلي على يميننا بالفانيلا الحمراء والشورت الابيض، ونادي المقص على يسارنا بالفانيلا الخضراء والشورت الاخضر. و1-0 للنادي الاهلي، والكوره في نص الملعب مع هاني سعيد يلعبها في الامام تاني توصل ناحيه زي ما قلت لحضراتكم. في ناس كتير ما تعرفش انه كان من ناشئي النادي الاهلي، هو عنده
16 سنه لسه كده كان في منتخب مصر. وادي تسديده حلوه 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 والله. ايهاب جلال وهو بيتفاعل معاها المدير الفني لنادي مصر المقاصه، والشوطه من مسافه 30 يارده من وائل فراج حطها. بصوا اهو اتعدلت قدامه، وائل فراج حط وش رجله في الكوره. يا سلام على الجمال، حلوه جدا جدا. وائل فراج الكوره دي لو في الشبكه كان صعب جدا على لان هي فيها عنصر المفاجاه. كوره طالعه من الدفاع، بيكون حارس المرمى مش واخد وضعه في المرمى، يعني هو كان متقدم شويه مسعد عوض، الكوره كان ممكن المقص. مره تانية ناحيه الشمال، هات وخد، يلعبها باسم عبد العزيز وحلوه، تسديده حلوه فيها عنصر المفاجاه والله. ومسعد عوض تنشق الارض عن مسعد عوض، وكاد عمر النجدي ان يسجل هدف التعادل لفريق المقصه. فرصه حلوه جدا، انما الكوره ملعوبه من خرم ابره كده، حلوه جدا. يلعبها عمر النجدي، لعيبه من اللعيبه اللي بتجيد التسديد تحت الضغوط. اهو عمر النجدي لعيب صغير كده في جسم احمد رؤوف كده، اللاعب النادي هو بعد بطولة الكونفدرالية هو اللي خد مكان اساسي. وعدت الكورة من الضربة ركنية وتطلع بره قوي. ياه، مصطفى كمال خطأ قاتل انه يطلع من جوله كده. بصوا اهو عدته كورة، الجول ما يطلعش ابدا، والكورة تعديه كده ابدا، يا يفضل في جوله يا يطلع ويبقى قتيل على الكورة. لعبها بقى الكورة بينية، شكله كده هيكون اول تغيير. عمر النجدي لمحمود بازيد، لعب عرضيه وضربه راس جميله. يا 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 جت كوره في الشوط الاول على فكره لاحمد السيد في نفس المكان ده، قلت لكم لازم كان يلعبها في المرمى يعني. ويتحدث اهو، شوف الكوره دي اهي، دي مش اوفسايد اهو، مش اوفسايد. هل متعمده؟ لا مش متعمده، اهي مش اوفسايد. تاني مره، لكن الاوفسايدات بتبقى باينه، وبالذات الكره اللي مخرجنا محمد نصر بيقدر يقطعها لنا بشكل كويس. وادي كره بينيه وجوه المنطقه تطلع قبل تريزيجيه الى خارج الملعب قوي. تريزيجيه هدفين هذا الموسم للنادي الاهلي. ادي محمود تريزيجيه، جول كان جابه في مرمى سموحه، وجول جابه في مرمى حرس الحدود. غائب فنيا عن هذا اللقاء، يخرج وينزل عبد الله السعيد. يبقى تغيير لاعب بلاعب بنفس المواصفات. يعني وليد سليمان المفروض ان هو تحت راس الحربه شادو سترايكر، هيلعب برضو عبد الله السعيد ناحيه وائل فراج. اوف سايد وقرار سليم. شوفوا دي مظبوطه ازاي بالظبط ساعه لعب الكوره. اما عادها لنا محمد نصر، شفنا ازاي سابق بيبقى شفنا اداء يعني ما فيهوش شكل، ما فيهوش بصمه كده واضحه فنيه حطها على النادي. ادي كوره تانية ناحيه الشمال، تريزيجيه عدى يا ولد لعيب، انما اتقطعت منه. عبد الله يرجع ورا لمحمد هاني، انما مقطوعه. وفريق المقصه قرب جدا ويحط رجله. يا حط رجله في توقيت مناسب جدا جدا جدا. هنشوف مين ده، سعد سمير ولا مين؟ سعد سمير. شوفوا للمره الثانيه في هذا اللقاء ينقذ النادي الاهلي. بقول لكم توقيت المدافع في الشوط الاول بكوره راحه لكتل وائل فراج وطلع وغير اتجاه الكوره. ودي واحده ثانيه خطيره بجوار القائم. يا عبد الله فاروق اهو، عبد الله فاروق حط الكوره، بصوا بتتهادى بجوار القائم. انما تمركز لاعبي النادي الاهلي باستثناء المرات اللي نجح فيها سعد سمير ان هو يعمل تغطيه دفاعيه جيده جدا. الشوط الاولاني 10 ياردات كده وبكده. ادي تاني لعبها حسام غالي يلعبها تاني لمحمد هاني في اليمين، هيلعب عرضيه، لعبت عرضيه جوه المنطقه وحلوه الرأسيه، حلوه الرأسيه، انما تطلع بره الملعب اوت من تريزيجيه. محمود تريزيجيه، ادي العرضيه وادي تريزيجيه. لا ده صلاح الدين سعيد اللي حط الكرة دي. صلاح كان وراه على طول تريزيجيه. صلاح الدين سعيد حط الكرة الى خارج الملعب اوت. تاني ادي ايهاب جلال مدير الفني لنادي المقصة، لعبت الكرة جوه المنطقة وادي حلوة. يا قرب قوي
فريق المقصه قرب جدا، فريق المقصه ووائل فراج كورتين ثلاثه عامل بيهم يعني شغل عالي قوي جوه المنطقه من اللعيبه التارجتس او الهدافين اللي بيجيدوا التعامل مع الكرات العرضيه. نزل حسين حمدي وخرج احمد الشيخ، اللي هم في علامه استفهام على مستويات ادائهم في المباريات الاخيره مع النادي الاهلي. وليد سليمان وكريم بامبو. ادي كريم، حلوه حلوه اول كوره لكريم بامبو. هل كان عايز يلعبها في المرمى ولا ايه؟ انما حطها يا دوب تمر بجوار القائم. بصوا البينيه من محمد هاني او خدع على مره واحده. على فكره لازم يتمرن على دي كتير كريم بامبو، يعني لازم يتمرن على اللعبه دي كتير قوي. اكتر شويه هيلعب يامن نص الملعب يزود بيه مع غالي وعاشور. ادي الكره على طول بينيه لصلاح الدين سعيد، انما تقف الكره تحت رجليه. المهاجم هنا نعم، المحك الحقيقي للمهاجم هو في الكرات اللي زي كده. الكرات النادي الاهلي ياما كان عنده لعيبه من المكان ده، كره عامله زي ضربه الجزاء. طبعا محمد نصر قاصد بهذه اللقطه يركز لنا على ان جريدو لم يدفع بعماد متعب في هذا اللقاء. هو هداف النادي الاهلي في دوري هذا الموسم عماد متعب برصيد 6 اهداف. عبد الله السعيد هو اللي اصبح متخصص الان، طبعا ياما كان فت الكرات دي بتاعته بجوال. وادي عبد الله خارج الملعب اوت. لسه طبعا اللعيب ترجع لنص الملعب لعبد الله السعيد، يلعبها على صلاح الدين سعيد. صلاح بيحاول يعدي على حدود المنطقه وياخد فاول، ياخد ضربه حره مباشره على حدود منطقه الجزاء. اقول لك ال الاهداف اللحظات الاخيره طبعا الحكم هيرجعها. اهداف اللحظات الاخيره الدراسه الالمانيه دي وكله. عبد الله السعيد شوف هيعمل ايه في ديت. عبد الله ويحط يا تطلع الكره يا دوب جوه القائم. يا عبد الله السعيد حطها حلوه والله. بصوا اهي لفت وجت في الشبكه من بره، انما مأمن عليها مصطفى كمال بخبرته، حاطط ايده في اقصى مجال الكوره. هو مش شايف العارضه لكن بيبقى حاسسها، حاسس ان هو لما بيمد ايده كده بره ايده تبقى خلاص الكوره بره كادر المرمى. ده في السنه دي للنادي الاهلي. ومع هذه اللحظات يطلق حكم المباراه